هنسلق اللحمة مع بعض ونشوحها كده ونسلقها مع بعض. أول حاجة بحط حلة كده تسخن معايا جامد. الحلة سخنت معايا قوي. انا بس شطفتها بس مكان تقطيع الجزر. طبعا انا معلمه عليها. شوحها اول حاجه في حته سمنه بلدي. افضل اشوح فيها كده كويس جدا الاول. بحب انا التركه ديت في اي لحوم عندي بعمل تسليق.
حبينا بقى ان شاء الله يعني نطلعها كأنها مشوية. انا بعمل ايه؟ انا بحمرها بعد ما تستوي خالص، بحمرها عادي خالص، وبعمل اقطع بصلايه مكان التحمير بقى، بستخدم مكان التحمير اقطع بصلايه، وبعد كده معلقه ثوم صغيره كده مهروسه، وطماطم اقطع كل ده شرايح طويله جوليان، وبعد كده الفلفل، وبعد كده بحط اللحمه تاني وكرنيب بقى شوربه، ولو بابريكا، توابل مشويات، اي حاجه من دي احطها ما شاء الله، وافضل اسويها في الصوص اللي انا عملته ده كتير، تطلع كانها مشويه بالظبط. لكن بقى مع رز بسمتي بتبقى جميله. حبينا نعمل لها الفحم، ولا نعمل فحم على النار وكانها اتعملت خالص مشويه. انا بعملها بالطريقه دي كتير جدا، ان انا بعملها بالطريقه ديت لما بيكون عندي ان انا اعمل رز اصفر. طب انا لو انا عامله خضار ما بعملش انا الطريقه دي بقى، ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش. بحبها لو مع الخضار، بحب اكل اللحمه كده بشوربتها مع الخضار مع الرز، بحبها جدا مع الرز الابيض بيبقى جميل. طبعا ده بقى التوابل الخضار بتاعي، طماطم وبصل وجزر وقرفة خشب، حلها جدا بتحلي الشوربه بتاعتها، وعندي هنا فصين حبهان جوه القرفه وورق اللوز. ننزل بقى كده واسيبها برضو تتشوح مع التوابل دي.